طيب ايه ازيكم من دراجونز؟ معانا النهارده افضل 5 فواكه هتطلع بيهم من هنا خنزير في البي في بي. في المركز الخامس عندنا فاكهة التنين. فاكهة التنين فيها حركة سبام بس انا ما بحبش استخدمها. بس يعني هقول لكم عليها. بتدوس سي يا جدعان، بتدوس حرف مهارة السي بعدين زد وتجري وتقعد تعمل كل الحركة دي، وخصمك اللي هو ايه شفت الحركة اللي انا عملتها دي؟ هي دي. دوس سي بعدين زد واجري، سي زد واجري. بس الحركه دي خرتيته قوي ومش زد، يعني مش دي كده بس. انت ممكن تعمل فلاش ستيب على اللي قدامك وتروح دايس له اكس. الفاكهه دي لو هتلعب بيها سبام هتبقى قويه، يعني هتبقى خرتيت بجد. بس الكومبوهات يعني مش كل الناس بتعرف. انا لحد دلوقتي مع اني بقالي حوالي سنه الفاكهه معايا، ولحد دلوقتي مش بعرف اللي هو يعني مش قوي قوي فيها. بس لو انت اتعودت عليها وبقيت يعني بالذات بتوع البي سي، بتوع التليفون هتبقى صعبة شوية ماشي. انما يعني دلوقتي احنا خلصنا المركز الخامس وقلت لكم ايه السبب. المركز الرابع وعندنا فاكهة الفهد يا جدعان. فاكهة الفهد جامدة جمدان حرفيا، كل مهاراتها دمج اسطوري. يعني كيتسوني انا بحب يعني بعرف لما بلعب بيها بزهق كده. اللي هو ايه، مش مهاراتها مش اللي هو زي الفهد بالنسبه لي احلى كمهارات. مش كيتسوني يعني اوفر باور، يعني قويه بزياده. بس الفهد انا بحبها، يعني بالنسبه لي احسن من كيتسوني. كل واحد ورأيه طبعا ماشي. عندنا بقى المركز الثالث واللي هي فاكهه الموتشي يا جدعان. الموتشي فاكهه يعني مش عايز اقول، استغفر العظيم يا رب. فاكهه حرفيا اللي قدامك بيهرب بالعافيه. مش في كومبوات كده مستحيل تهرب منها يعني ان شاء الله. يعني لو انت حريف قوي ممكن، بس صعب قوي، صعب جدا يا جدعان ماشي. فالموتشي يعني فاكهه استغفر العظيم يا رب، وما بحبش يعني فاكهه كده ايه، هي قويه جدا. دي مشكلتها ان هي كل مهاراتها بتثبت، مفيش مهاره واحده فيهم مش بتثبت. ولو حطيت الدمج على الفاكهه هتبقى سبام تضرب المهارات كلها اللي قدامك هيموت. انما عندنا في المركز التاني وهي فاكهة البورتال والرامبل مع بعض. فاكهة البورتال يعني المهارة اللي هي الفي تسحبك بقى ترجعك، يروح عاطيك جيتار بروك. فاكهة ومهارة الاكس اللي بتختفي دي يا جدعان فاكهة زبالة، فاكهة معفنة. ومنصحش اي حد فيكم يلعب ببورتال، او يعني اللي عايز يجمع باونتي ويجمع استغفر عظيم يا رب يستخدم بورتال. ورامبل بقى يا جدعان، رامبل فاكهه تضرب كل مهاراتها بتخش لك التنبؤ اللي هو متعرفش تمشي منها. كل المهارات بتثبت تثبيت اللي هو مش اللي هو يعني موشي بتقعد تعمل ممكن تهرب منها. يعني تضربك مهاره اللي هو مثلا مهاره الاكس دي تقدر تشغلها التنبؤ وتعمل كن تريك. المهاره اللي هي السي دي يعني في مهارات تقدر تهرب منها، مش قصدي على الاكس، قصدي السي تقدر تهرب بيها بالكن تريك. وبعد ما بتضرب المهارة وانت طاير في الهواء تقدر تضرب مهارة تانية. انما بقى يعني في الفاكهة اللي في المركز الاول فاكهة اللي تشوب. نص اللعيبة يا جدعان بتلعب بسيف، نص اللعيبة واكتر من نص كمان كلهم بيلعبوا سيف. معلش على الاشارات اللي بتيجي دي ماشي. اللي تشوب دي يا جدعان مفيش اي سيف بيدمجها حتى لو بهاك التسلط ان شاء الله. يعني استغفر العظيم يا رب. الفاكهه دي يا جدعان وحشه جدا وحشه جدا. فاكهه بنت 60 في 70. انت بتشتم يا اسطى؟ اسكت يا ابني. فالفاكهه دي يا جدعان ما حدش يستخدمها، اللي بيستخدمها ما اعرفش عنده حاجه. وبالذات بقى يا جدعان سيوف زورو، لو لعبت بيها مع تشوب يا جدعان والدمج بتاع سيوف زورو عالي جدا. سيوف زورو سيوف اودين مش اللي هو برضو يعني، بس هي فاكهه الشوب ذات نفسها قويه. بس كده كان معاكم كيو 11. اتمنى تحط لايك واشتراك عشان انا تعبت عن الصوره بتاعه المقطع ده. هو المقطع مش متعوب عليه جامد كده، بس يعني عشان مش انا اللي همنتج، بس الصوره عملتها وتعبت فيها واخويا هيمنتج لكم الفيديو فممكن يبقى صعب يعني. فحط لايك واشتراك لو عجبك المقطع. لو ما عجبكش يا عم سيبه، بس بلاش تحط ديسلايك، انت كده بتوقع القناه على الفاضي. بس سلام. كان معاكم كيو 11.